كفاية بقى قلي في صدور الفراخ بالبيض والبقسماط، وتعالي النهاردة نشويها على الطاسة بتتبيلة حلوة جدا. كمان الوراك المخلية اللي بدون جلد وعظم هنشويها برضو على الطاسة وبدون فرن، وهتطلع معاكي مستوية وطرية جدا جدا من جوه. شايفين؟ حتى ابني بيقول لكم حلوة جدا. يلا نشوف عملناها ازاي مع بعض. بس اول حاجة نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجه كان عندي هنا نص كيلو من صدور البانيه، وكمان نص كيلو من اوراق الفراخ المخليه. كان طبق موجود عندي في الفريزر، طلعته فكيت التجميد بتاعه، وطبعا كان متنضف. عصرت عليه بس ليمونه وركنته كده على جنب شويه. هبتدي بقى اعمل التتبيله بتاعتي. في الخلاط هحط كده بصلايه اقطعها ارباع، هنزل عليها بثلاث طماطمات كده صغيرين او طماطمايه واحده كبيره. تمام. لو ما عندكيش طماطم تقدري تحطي معلقه كبيره من صلصه الطماطم. كمان هنزل عليها بمعلقتين كبار من الصويا صوص. اي مكون انا بحطه تقدري تستغني عنه. كمان ربع كوبايه من خل التفاح، تقدري تشيليه وتحطي مكانه عصير ليمونه كبيره، بس انا هنا ما كانش عندي ليمون. بعدين هنزل بالتوابل بتاعتي، معلقه صغيره من خلنجان بودر، كزبره ناشفه، 7 بهارات، فلفل اسود، نص معلقه صغيره كمون، ربع معلقه حبهان بودر، وكمان 3 فصوص من الثوم. هضرب ده كله مع بعضه بدون ولا نقطه ميه لغايه لما ينعم تماما ويبقى سايل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما حطيتش في التتبيله بتاعتي زيت نهائي. تمام. هبتدي بقى انزل التتبيله بتاعتي كلها كده على الصدور والاوراق اللي موجوده، وهبتدي كده اتبلهم من على الناحيتين زي ما انت شايفه، واحطهم فوق بعض. تمام. سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش اي وقت، وانا كمان ما سبتهاش كتير في التتبيله وكانت طالعه حقيقي تحفه. تمام. عملت بقى الكميه كلها كده زي ما انتوا شايفين. هركنها عندي على جنب لغايه لما اخلص باقي الحاجه وارجع لها تاني. ركنتها حوالي ساعه. بعدين سخنت الجريلا بتاعتي على نار عاليه كويس جدا الاول لوحدها، بعدين نزلت فيها بمعلقه كبيره من الزبده، وابتديت ان انا ادي صدمه للفراخ بتاعتي كده. اول ما الاقيها بتشمع من على اول ناحيه زي ما انتوا شايفين كده، هروح قلباها على الناحيه التانية، وراعي ان النار عندي تفضل عاليه. تمام. اول بقى ما يستوي معايا او تتشمع كده على الناحيتين، هبتدي احطهم كده على بعض، وراعي المكان اللي بركن فيه الفراخ على بعض يكون الحرارة فيه قليلة، ما تبقاش الحرارة فيه عالية عشان الفراخ ما تتحرقش معايا. تمام. من وقت للتاني كده بقلبهم عشان مفيش حاجة لا قدر الله تتلسع او تتحرق مني. عملت كده كمية الصدور كلها. هنزل بقى بالاوراق كده بتاعتي. حطيت كده الصدور على جنب زي ما انتوا شايفين، وهنقلهم كده الناحية التانية عشان الحرارة الناحية التانية اقل شوية. هبتدي بقى احط الاوراق كمان عشان اديها برضو صدمة على الناحيتين. هديهم برضو صدمة على اول جنب، بعدين اول ما يتشمع هقلبه على الناحية التانية. تمام. اول بقى ما لقيت شمع برضو من الناحية التانية، هفرد بقى الفراخ بتاعتي على الجريلا كلها كده زي ما انتوا شايفين عشان تاخد التسوية بتاعتها الباقية. تمام. في الوقت ده بقى هغطي الفراخ بتاعتي كده لمدة 10 دقايق، والنار عندي هنا تكون وسط مايلة للعالية شوية. تمام. عشان الاوراق اللي عندي تستوي كويس وتبقى طرية من جوه، كمان الصدور تفضل طرية معايا. عدى ال10 دقايق، بعدين كنت مولعه لها فحمية، حطيتها لها وعليها نقطتين من الزيت، وغطيتها لغاية ميعاد الاكل. بعدين جبت بصلاية كده قطعتها جوانح وفركتها بملح وفلفل وسماق، وحطيتها كده كأرضية للطبق. وبعدين بدأت ان انا اقدم الفراخ بتاعتي بالشكل ده. حقيقي طعمها حلو جدا وخطيرة. اتمنى يا رب تجربوها وبألف هنا. بحبكم جدا في الله.